وادي يا امير. ايوه. ولا ايوه. هي مش دي العماره بتاع الحاج السيد ابو الفتوح؟ ايوه هي بتاعت فتوح. الراجل ده لسه بناه ما كملش اسبوع، جاب الفلوس دي منين؟ بيقول اصلا ان ابنه راح يسافر للعراق، راح يشتغل هناك، واحنا قاعدين مطحونين ان هو يا ابني ما احناش لاقيين ناكل. ولا شوف عامل له قفص من فوق اهو. شوف دي العماره ال 20 دور، انت عارف ال 20 دور دول زيهم مدفوس في الارض عشان تعيش مدى الحياه، ده زي الاهرامات يا ابني دي. ولا وانت مفكر اللي هو عنده دي بس؟ ده عنده كتير، عنده كتير من دي. الناس دي بتجيب الفلوس دي منين يا ابني؟ ده عنده واحد في البلد هناك وشغال، وابوه شغال، واخواته شغالين، كلهم شغالين، واحنا واقفين مطحونين من الصبح لغايه طلعه الفجر، ما بنعملش حتى دور ارض يا ابني. الناس دي بتجيب الفلوس دي منين؟ ده بقول لك العماره دي السقف فيها تخن كده، سقف الحديد فيها تخن كده، تخن كده اهو، يعني دي عمرها ما تقع ولا يصيبها اي شيء في الدنيا. انت شايف عماره زي دي لو حصل مليون زلزال ما يهز الشعره منها. ازاي ده لسه بنيه؟ لسه سقف الحديد تخن كده اهو، انت بتتكلم في ايه؟ صحيح. لا اله الا الله، لا اله الا الله. البيت بيقع. الناس اللي بتعناها وحشه، الناس ما حدش بيسيب حد في حاله يا ابني، الناس بتعناها وحشه. لا حول الله يا رب.